مشوية هعملها معاكم النهاردة بطريقة سهلة جدا. هنعملها في الفرن. نقدر تعمليها على الشواية، تقدري تسويها على الجريل، تقدري تسويها على الفحم. عايزة اقول لكم طعمها حلو جدا، هتبقى دايبة معاكم. وكمان هنعمل بقى شوية رز اصفر كده مفلفل، وسلطة خضراء وسلطة طحينة. بجد الناس اللي ما بتعرفش اصلا تدخل المطبخ هتستخدمي الطريقة بتاعتي دي وهتنجح معاكي من اول مرة. زي ما قلت لكم هنعمل دايما مع بعض كل حاجة من غير اي تعقيدات. يلا بينا. اول حاجة هنا هنعمل محلول النقع للفراخ. بولة فيها مية ونزلت بمعلقة كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة من الملح وليمونة كبيرة غسلها كويس جدا هعصرها، وهحط قشر ليمون كمان في المية. دايما محلول النقع ده بستخدمه لأي فراخ انا بستخدمها. الفراخ هنا عندي فرخة كيلو ونص مقطعها 10 قطع وعاملة فيها فتحات بحيث الصوص يدخل فيها وبحيث تستوي كويس. هنزل بقى في الفراخ بتاعتي في المحلول ده وهسيبها لمدة ساعة. بعد ما الفراخ اتنقعت لمدة ساعة صفتها، وهنحضر بقى الخليط اللي هننقع فيه الفراخ. ربع كوباية من اللبن وربع كوباية من المية، ربع كوباية من الخل، وربع كوباية من الزيت، واربع فصوص من الثوم. نقدر نستخدم زبادي بدل اللبن، يبقى كوباية من الزبادي. البهارات بقى بتاعتي كزبرة وقرفة وبابريكا زي ما انتم شايفين. وكمان عندي هنا 7 بهارات وفلفل اسود. كل حاجة مكتوبة قدامكم على الشاشة. ومعلقة كبيرة من الملح، ومكعب من مرق الدجاج. لو مش بتحبيه هتستخدمي معلقة ونص من الملح، ومعلقة كبيرة من العسل. الخضار بتاعي بقى هنستخدم فلفل اخضر وفلفل اصفر واحمر وطماطم وبصل وليمونة كبيرة. عايزه اقول لكم الليمون طبعا بيفرق جدا. تقدري بقى تستخدمي كاتشب لو عايزه تحطي كاتشب، بس هنا المقادير هنا مظبوطه جدا. ونقدر نستغنى عن الفلفل الاصفر والفلفل الاحمر. بعد ما الفراخ بتاعتي اتصفت كويس جدا والخليط بتاعي ضربته في الخلاط، هنزل بقى بالفراخ وهنزل بالخليط وهقلبه كويس جدا. نقدر في المرحلة دي ان احنا نخزن الفراخ بتاعتنا تقعد بالشهر في التلاجة. بس هنقلل كمية الملح. يعني هنستخدم نص كمية الملح، هتبقى نص معلقة صغيرة من الملح. هقلب الفراخ كويس جدا وهركنها. تقدري تبيتيها ليلة كاملة او ليلتين. انا هنا كنت مستعجلة فسبتها ساعتين بس. تقلبيها كويس جدا بحيث الخليط بتاعك يوصل لكل الفراخ. هغطيها بقى وهركنها زي ما قلت لكم ساعتين. بعد ما عدى الساعتين هجهز اي صينيه. عندي انا هنا مستخدمه الطاجن البايركس ده بيدخل الفرن عادي جدا. رصيت الفراخ بتاعتي وهنزل بقى بباقي الصوص. عايزه اقول لكم الصوص ده بيبقى طعمه حلو جدا. الملح هنا مظبوط جدا، كل حاجه فعلا مظبوطه. هتجربوا الوصفه ان شاء الله وهتقولوا لي ايه رايكم. حطيت بقى هنا 2 من ورق اللورة بتدي طعم وريحه. وكمان هنزل ب3 فصوص من الحبهان. البهارات بجد بتدي طعم حلو قوي. وكمان مجهزه ربع كوبايه من الميه المغليه. همسك الصينيه بتاعتي بس واحركها بحيث الميه المغليه توصل للصينيه كلها بس كده. انا هنا محضره ورق من الزبده هغطي بيه بس الطبقه الاولانيه، وبعد كده انزل بورق الفويل. الفرن بتاعي هنا مشغلاه على درجه حراره 200. هتقعد في الفرن ساعه ونص. ساعه الفرن بس هو اللي شغال ونص ساعه الشوايه شغاله. وهتستوي معاكي، وده الوقت المظبوط جدا. لو مش حابه يبقى فيها اي صوص خالص هتقعد معاكي ساعتين، بحيث الفراخ تطلع ناشفه تماما ما فيهاش اي صوص. نجهز بقى الرز بتاعنا. حطيت هنا معلقتين كبار من الزيت، عليهم معلقة كبيرة من الزبدة، وهستنى يسخنوا كويس جدا. وبعدين هننزل عليهم ببصلاية متوسطة مكعبات، نقطعها مكعبات صغيرة. أول ما البصلة بتاعتي تبدأ كده خلاص تغير لونها، هنزل بقى بالبهارات الصحيحة عندي. هننزل بقى بورق لورا، 3 من ورق اللورا، عود واحد من القرفة، فصوص قرنفل، و3 فصوص من الحبهان. عايزه اقول لكم الحبهان والقرنفل وورق اللورة مع القرفه بيدوا ريحه فظيعه. اول ما البهارات بتاعتك كده يبتدي ريحتها تطلع، ننزل بقى بالبهارات التانية. زي ما انتم شايفين نزلت بقى من الملح والفلفل الاسود، 7 بهارات، توم باودر، بصل باودر. كل البهارات وكل حاجه مكتوبه قدامكم على الشاشه. هشوح كويس جدا لحد ما البهارات ريحتها تطلع، وبعدين هنزل بنص مكعب من مرقه الدجاج. تقدروا تستغنوا عنه وتزودوا بس في الملح. الملح مع مرقة الدجاج، الملح هيبقى مظبوط جدا. انا هنا بقى مجهزة 3 كوبايات كبار من الرز. هفضل اشوح بقى على نار هادية لمدة 10 دقايق.
وده السر ان الرز بتاعي بيطلع مفلفل دايما، ما بيعجنش مني خالص، ان انا لازم اديله الوقت في التشويح على نار هاديه جدا. ونزلت هنا بقى بعد ما شوحت الرز بتاعي بفص توم واحد مفروم، وكمان بمعلقه صغيره مليانه من الكركم. الناس اللي بتحب تستخدم صفار الزعفران هتستخدمي ربع معلقه صغيره من صفار الزعفران مع نص معلقه صغيره من الكركم. الكركم بيدي نكهه حلوه قوي، يعني صفار الزعفران بيدي لون بس، لكن الكركم كمان بيدي نكهه. هنزل هنا بقى بالميه المغليه. انا هنا استخدمت على كميه الرز دي استخدمت لتر الا ربع من الميه. هحط يعني حطيت قدامكم دلوقتي نص لتر، والرز بتاعي وهو بيستوي زودت ربع لتر تاني، والرز طلع مفلفل وحلو جدا. هسيبه بقى يغلي، وبعد كده هوطي النار بتاعتي لحد ما يستوي. الفراخ هنا بتاعتي بعد ما خلصت، شايفين مش قادره اقول لكم ريحتها عامله ازاي. جهزت بقى ورق زبده وحطيت فيه قطعتين من الفحم، تنزلي عليه باي ماده دهنيه. انا هنا رشيت رشه من الزيت، وهقفله تاني بالورق اللي كان عليه لمده 10 دقايق يتشرب بس من الفحم. الناس اللي مش بتحب الفحم خلاص ما تحطوش، وتاكلوا الفراخ كده بألف هنا وشفا، طعمها بيبقى حلو جدا. وبكده خلاص خلصنا. هنا جهزت طبق حطيت فيه بقدونس بيبقى طعمه حلو جدا مع الفراخ. رصيت الفراخ بتاعتي، شايفين الفراخ اصلا بصوا سخنه قوي قوي، مش قادره امسكها، دايبه اصلا، يعني هي اصلا بتتفصص من بعضها، دايبه جدا. وكمان عملت بقى الرز الاصفر اللي عملناه سوا. الرز مفلفل جدا، اتبعوا الطريقه بتاعتي بالخطوات هتلاقوا الرز طعمه حلو قوي، وكمان مفلفل جدا، وريحه البهارات والقرفه فيه مش قادره اقول لكم. شايفين بصوا مفلفل ازاي. وكمان بقى جهزت سلطه خضراء، وعملت كمان سلطه طحينه. هسيب لكم طريقه سلطه الطحينه في صندوق الوصف. وده الصوص بقى اللي نزل من الفراخ، ما ترموهوش نهائيا. بتاخدي كده من الصوص على الرز وتاكليه بألف هنا وشفا، بتلاقي طعم الرز راح مكان تاني. الصوص ده يا جماعه طعمه حلو جدا جدا. زي ما قلت لكم، الناس اللي مش عايزه صوص، الفراخ هتقعد معاكي في الفرن بدل ساعه ونص هتقعد ساعتين، تشرب كل الصوص ده وبس كده. شايفين بصوا الفراخ دايبه جدا، بصوا مستويه ازاي من جوه، شايفين حلوه قوي. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، واكون قدرت افيدكم، واكون قدرت اوصل لكم الطريقه بطريقه سهله جدا، وان شاء الله تعجبكم. وهستنى رايكم في الكومنتات. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. مع السلامه.